بنص كيلو مفروم بس تقدري تحضري وليمة. انا عملت اكلتين النهاردة بس من نص كيلو مفروم، والاتنين احلى من بعض. عملت الكبسة بس مش الكبسة العادية، ده بديل الكبسة، سهلة قوي وموفرة وكمان طعمها تحفة. وكمان عملت طاجن بطاطس بيوري بالبشاميل يجنن، مختلف كليا. في الاول معايا حبتين من البطاطس، قشرتهم وقطعتهم وغطيتهم بالمية وهرفعهم على النار علشان يتسلقوا. وفي الكبة معايا بصلة كبيرة، عليها ربع حزمة من البقدونس، يعني 3 4 عيدان من البقدونس، ما نكترش. هفرمهم مع بعض كويس جدا في الكبة لحد ما ينعموا تماما مع بعض. وبعد كده هضيف عليهم اللحمة. انا معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هنعمها كويس مع البصل والبقدونس في الكبة. وبعد كده هضيف لها اضافة حلوة قوي وبسيطة كمان، بتساعد ان هي تكون متماسكة في الوصفات اللي احنا هنعملها وما تفكش، وهي البقسماط. بقسماط ناعم هضيف منه لكل ربع كيلو معلقتين كبار بقسماط. انا هنا ضفت 4 معالق بس مش مليانين قوي. هفرمهم مع بعض كويس في الكب، وبعد كده هبتدي اتبل الكفتة او اللحمة بتاعتي، وهتبلها بتوابل بسيطة قوي. انا عايزة طعم اللحمة يكون واضح، ما نغطيش عليه بطعم التوابل الكتير. انا ضفت ملح وفلفل اسود ونص معلقه صغيره من السبع بهارات او بهارات اللحمه. هعجنها كويس قوي لحد ما تبتدي اللحمه بتاعتي تكون انسجه، والاقيها عملت خطوط اهو. هنا اوضح خطوط زي كده كده تمام جدا. هدخلها دلوقتي التلاجة علشان تتشمع، يعني مدة 10 دقايق ربع ساعة لحد ما نحمر لسان العصفور، وهو ده بديل الرز البسمتي. هنعمل الكبسة بلسان العصفور. هبتدي احمر لسان العصفور كده في الطاسة او صينية من غير اي مادة دهنية، علشان تكون خفيفة معانا مش تقيلة وتتعبنا بعد كده. وكانت البطاطس اتسلقت، صفيتها كويس جدا من مية السلق بتاعها، وهبتدي اهرسها بالهراسة بالشوكة بكوباية ايا كان، المهم ان نعمها كويس جدا. ومهم ان احنا نهرسها وهي سخنة، مينفعش نستنى عليها لحد لما تبرد، مش هتتهرس كويس. هرست البطاطس وهبتدي اتبلها بملح وفلفل اسود بس مش اكتر من كده، وبتبلها كمان وهي سخنة علشان كلها تاخد الطعم الملح وتتملح كويس. هقلبها طبعا مع الملح والفلفل الاسود كده. خلاص بقت جاهزة وهركنها على جنب. وعلى النار بستمر في تقليب لسان العصفور، واول ما يبتدي يلون كده خلاص ما ينفعش نسيبه، لازم ايدينا تكون فيه على طول ونقلبه لحد ما ياخد لون ذهبي حلو. وما نغمقوش علشان لسه لونه هيبقى اغمق معانا بسبب التوابل بتاعه الكبسه. بعد ما حمرت لسان العصفور بنقله في طبق تاني او بوله تانية علشان ما يتلسعش من الطاسه، وهسيبه يادا لحد وقت التسويه بتاعته. وهنا طلعت الكفته بتاعتي من التلاجة، وابتديت ان انا اكورها كور كده في حجم ليمونه كبيره شويه. وطبعا نحاول على قد ما نقدر ان هي كلها تكون مقاس واحد اهو. عايزه اقول لكم متماسكه وحلوه قوي، وكمان ريحتها تحفه. اللحمه لما بتكون حلوه مش بتحتاج اكتر من ملح وفلفل اسود. وكمان في الوصفه دي بالذات ما ينفعش نكتر فيها بهارات، علشان كده عشان لسه هنضيف توابل بعد كده. في الحله اللي انا هعمل فيها الكبسه هضيف فيها زيت وهحمر فيها الكفته على اول جنب. اول ما تاخد لون هقلبها على الناحيه التانية لحد ما تاخد لون حلو. والخطوه دي مهمه جدا علشان الكفته بتاعتنا تكون متماسكه، ومع التقليب في التسويه بعد كده ما تفكش. هحمرها بس من الجنبين يا دوب تاخد لون حلو، وبعد كده هشيلها على طول وهبتدي احمر باقي الكميه. وهنا بحمر في الحله توفيرا للمواعين، وكمان علشان احنا هنحتاج الزيت بعد كده، يعني نوفر كمان في الزيت. بعد ما بشيل اول مره من الكفته بهدي النار على الزيت، وبعدين بضيف باقي كميه الكفته وبرجع تاني اعلي النار. احمر باقي الكميه بنفس الطريقه لحد ما تاخد اللون الحلو زي اول مره. وفي نفس الحله، وما تقلقوش ده مش حرق ولا اي حاجه، ده من الصوص بتاع اللحمه نفسها. خدت من الزيت اللي انا حمرت فيه ده معلقه في طاسه على جنب، هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. وضفت على الزيت ده معلقه واحده من الزبده، وبصله صغيره مقطعاها مكعبات صغيره، ما نكترش هنا في البصل عشان طبعا الكفته فيها بصل. وهضيف التوابل الصحيحه بتاعه الكبسه: 2 لومي، عود قرفه خشب، قرنفل حب، وكمان فصين من الحبهان. هقلبهم كويس مع البصل، وكمان هضيف رشه من القرفه. انا ضفت في الاول الفلفل الاسود، وهضيف كمان
رشة من القرفة، انا بحب طعم القرفة فيها جدا. انا ضفت عود من القرفة، بس كمان بحب ازود قرفة بودر، لو مش حابين تقدروا تستغنوا عنها. ضفت كمان جنزبيل بودر وكاري وكركم. هشوحهم كويس جدا التوابل دي مع البصل، وبعد كده هضيف عليها واحدة من الفلفل الاخضر البارد قطعتها معاها. تقدروا كمان تضيفوا فلفل سبايسي لو حابين. هشوح الفلفل مع البصل والتوابل، وبعد كده هضيف عليهم معلقة واحدة من معجون الطماطم او صلصة الطماطم. تقدروا تستغنوا عن صلصة الطماطم وتقطعوا معاهم طماطمايه مكعبات صغيرة زي ما تحبوا. هشوح الصلصة، وبعد كده هضيف عليها على طول لسان العصفور اللي احنا حمرناه. شايفين لونه فاتح ازاي؟ دلوقتي بقى لونه هيغير خالص من التوابل وكمان الصلصة اللي احنا ضفناه. هقلبه بقى كويس جدا، ومننساش نضيف له الملح بتاعه زي ما بنسوي الرز كده. هقلبه مع الملح والتوابل والفلفل والبصل، وبعد كده هضيف عليه الكفتة. انا هنا مش هضيف كل كمية الكفتة على الكبسة، لان هعمل بيها دلوقتي طاجن البطاطس البيوري. ما تستغربوش، هيكون طعمه حلو جدا بالكفتة، رهيب. وكمان لسه هنضيف لها اضافة حلوة قوي. هقلب الكفتة مع لسان العصفور، وبعد كده هضيف له مية، والمية تكون سخنة علشان ما يعجنش معانا. والمية بنزودها شوية عن الرز العادي، عن مقدار المية اللي بنضيفها للرز المصري العادي. لسان العصفور بيحتاج مية زيادة شوية. وهغطيه لحد ما يتشرب زي ما بنسوي الرز بالظبط. وفي الطاسة اللي خدنا فيها معلقة من الزيت اللي احنا حمرنا فيه الكفتة، هضيف عليها معلقة من الزبدة. اول لما الزبدة تدوب هبتدي اضيف عليها باقي كمية الكفتة، يعني هنحاول نعزز الطعم بتاعها كده. هضيف عليها الكفتة وهشوحها كده تشويحة بسيطة مع الزبدة. وهنا انا اسفة المقطع ده ما تصورش، انا ضفت عليهم معلقتين من صلصة الطماطم وكمان نص كوباية من المية السخنة، وضفت عليها دلوقتي الملح. وهقلبهم مع بعض علشان الكفتة نضمن ان هي مستوية كويس، لان طاجن البطاطس البيوريه كل حاجة فيه بتكون مستوية. فهغطيها دلوقتي وهسيبها على نار هادية لحد ما تستوي تماما وتتشرب كل المية اللي في الصوص ده. وهنا شايفين لسان العصفور اتشرب ازاي؟ زي الرز العادي بالظبط. هنهدي النار ونغطيه ونسيبه يكمل التسوية بتاعته. ودلوقتي هنحضر طاجن البطاطس. في الاول يعني ضفت فيه يعني يعتبر رشة بسيطة جدا من البقسماط الناعم، وده بيسهل معايا بعد كده ان انا اقطع البطاطس، بتكون سهلة، وكمان بيديها كده قرمشة حلوة من تحت من القاع بتاعها. خدت نص كمية البطاطس اللي احنا هرسناها وحضرناها وضفته في قاع القالب او الصينية، وهوزعه كويس جدا. وبعد كده هضيف عليه الكفتة اللي احنا حضرناها بصوص الطماطم، بعد طبعا ما اتشربت كل المية الزيادة اللي في الصوص، وفيها بس كده يعني يدوب الدهون اللي احنا ضفناها، الزيت والزبدة مع اللون الحلو اللي خدته من صلصة الطماطم. عايزة اقول لكم مديها تست تحفة مختلف. يعني بصراحة صينية البطاطس البيوري دي كانت مختلفة عن الطريقة العادية وطعمها يجنن. بعد ما وزعت الكفتة هضيف عليها باقي كمية البطاطس، وهغطي بيها الكفتة كويس جدا. يعني هنحاول ان احنا نساوي السطح بتاعها على قد ما نقدر. وبس كده. ودلوقتي هنحضر صوص البشاميل. على النار معلقة من الزيت ومعلقة من الزبدة. اول لما الزبدة تدوب هنضيف عليها معلقة واحدة بس من الدقيق. هقلب الدقيق مع الزبدة لحد ما يختفي وتبتدي ريحته تظهر، يعني ياخد تحميرة كده بسيطة. هضيف دلوقتي حوالي كوباية ونص من الحليب، من كوباية ونص لكوبايتين على حسب، انا مش عاوزاه يكون تقيل قوي. وهبهره بملح وشوية بسيطة جدا من الفلفل الاسود او الفلفل الابيض المتوفر عندكم. واستمر في التقليب لحد ما يبتدي يغلي، وكده بصوص البشاميل اللي بيكون بتاعنا جاهز. انا عملت صوص سريع وبسيط، يعني كمية قليلة على قد الطاجن بالظبط. كده خلاص صوص البشاميل بقى جاهز بعد ما غلي كده كويس، وتأكدنا ان الدقيق استوى خلاص. هضيفه دلوقتي على وش الطاجن وهدخله الفرن تحت الشواية ياخد لون.
انا هنا هضيف على الوش شويه من الجبنه الموتزاريلا، تقدروا تستغنوا عنها لو مش حابين تضيفوا على الوش جبنه، ده مش اساسي. بعد ما وزعنا البشاميل كويس هضيف شويه من الجبنه الموتزاريلا المبشوره، كمان تقدروا تضيفوا اي نوع جبنه او تستغنوا عنها زي ما اتفقنا، مفيش اي مشكله. هدخلها تحت الشوايه بس يا دوب تاخد الجبنه تسيح وتاخد لون بسيط، تدخل على الشبكة تحت الشواية بس، مش هنشغل الفرن نفسه لأن كل حاجة فيها مستوية. بعد ما خدت اللون الحلو ده خرجناها من الفرن، وكمان الكبسة بتاعتنا خلاص استوت وبقت جاهزة. هنقدمها مع بعض في الطبق الحلو ده. طبعا بنقدمها في سيرفيس كبير وبنعملها معاملة الكبسة بالظبط. شايفين لسان العصفور مفلفل وحلو ازاي، برغم ان احنا حمرنا من غير اي مواد دهنية، لكن هو مفلفل وفظيع وفي نفس الوقت مستوي. هنا حمرت في معلقه سمنه شويه من الفول السوداني والزبيب، اديت لهم تحميصه كده حلوه وضفتهم على الوش. طبعا تضيفوا اي نوع مكسرات لو متاح عندكم، كمان للتزيين شويه من ورق البقدونس. شايفين بقى الكفته متماسكه وفي نفس الوقت مستويه. البقسماط بتخليها متماسكه ما تفكش، وكمان التحميره اللي احنا حمرناها ليها قبل ما نضيفها للكبسه مهمه جدا علشان تفضل متماسكه ومحتفظه بشكلها. ودي ده بقى طاجن البطاطس بيوريه. عايزه اقول لكم ان طعمه كان في حته تانية خالص، كان فعلا تحفه. طاجن بطاطس البيوريه بالبشاميل طعمه بالكفته غير طعمه بالعصاج تماما. جربوه ان شاء الله فعلا هيعجبكم. شايفين اللحمه مستويه وحلوه ازاي. مهم جدا ان احنا نعمل لها اي صوص، او الصوص اللي انا عملته كان حلو قوي وكان بسيط بصلصه طماطم بس، يعني ده بيضمن ان الكفته تكون مستويه تماما. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو ومتابعة للصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.